السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا ومعاكم هنعمل أكلة حلوة قوي وخفيفة وجميلة. هنعمل مع بعض القرنبيط بالبيض. هنعمله بطريقة حلوة ويبقى طعمه لذيذ وسهل كمان في العمل. هنجيب القرنبيط، هنحتاج له فلفل اسود وملح ودقيق ونشا وكزبرة وشبت والبيض طبعا. هنبدأ أول حاجة نعملها مع بعض إن احنا نقطع القرنبيط بالطريقة دي. اول حاجه هنقطعه كده نصين عشان يبقى سهل علينا. نحوش الحته الزياده اللي فوق دي اهو. وبعدين هنبدا نقطع يعني واحده واحده منهم اهي. ولو فيها اي حاجه عايزه تتنضف كده بننضفها. وطبعا القرنبيط بيتغسل قبل ما نسلقه، هنغسله اهو. هنقطعه بالطريقه دي واحده واحده، يعني ما يكونش كبير قوي ولا صغير قوي اهو. هنقطعه كله بالطريقه دي. وبعد ما غسلنا القرنبيط معانا بالطريقه دي وغسلناه كويس قوي كده، لو في اي حاجه مش كويسه بنحوشها. هنبدا نحط له بقى ميه على النار ونبدا نحطه يتسلق. بس مش هنسلقه لدرجه ان احنا نهريه، يعني نخليه 3/4 سوا كده، عشان احنا لسه هنقليه طبعا في الزيت. هنحطه يتسلق على النار وبعد كده نشوف ايه الخلطه اللي هنحطه فيها. اهو دلوقتي بنحط القرنبيط في الميه علشان يتسلق بالطريقه دي كده. وبعدين هنبدأ نشوف ايه هي الخلطة اللي هنعملها علشان نحطها في القرنبيط. دلوقتي هنبدأ نقطع الخضرة معانا اللي هي عبارة عن كزبرة وشبت. هنقطع الخضرة معانا اهي. ودلوقتي بعد ما قطعنا الخضرة معانا هي الكزبرة والشبت قطعناها بالطريقة دي، هنبدأ برضو ننزل معانا بالبيض. نكسر البيض، يعني مثلا دول قرنبيطتين صغيرين نحط لهم مثلا 5 بيضات او 6. نبدأ ننزل بيضة بيضة علشان لو في بيضة بايظة ما تبوظليش الخليط كله. كده نزلت بالبيض كله. هبدأ احط له الفلفل الاسود رشة كبيرة، يعني معلقة. ونحط الملح على حسب ما نظبط الملح. ونبدأ نقلب. هنقلب الخضرة كلها كده مع البيض بالطريقة دي. بعد ما قلبنا الخضرة مع البيض بالطريقة دي هننزل بالدقيق. معايا معلقتين كبار من الدقيق برضو، هنزلهم كده وهنخلهم علشان يبقى الدقيق هش كده مع القرنبيط. هنخلهم بالطريقة دي. وابدأ اقلب كويس الخليط مع بعضيه كده. واحط معلقتين كبار نشا. النشا ده هيدي بقى يخلي القرنبيط مقرمش وطعمه حلو، يبقى طري من جوه ومقرمش من بره. ونقلب الخليط بالطريقه دي كويس قوي ونمزجه مع بعضيه. والخليط بقى معانا بالشكل ده كده. وبعد كده هنشوف هنعمل ايه في القرنبيط بعد ما يتسلق. دلوقتي القرنبيط بعد ما غسلناه واتسلق معانا اهو، واديناه شطفه بعد ما اتسلق واهو، يعني اديناه 3/4 سليق بس كده. ونخلي الربع التاني هيكملوا في الزيت لما نقليه. عندي الخلطه بتاعته اهي، تبقى بالسمك كده ما تبقاش تقيله قوي عشان اقدر احط فيها القرنبيط اهي.
هبدأ اخد القرنبيط كده معايا وانزله في الخلطة كده اهو. واقلبه كويس في الخلطة كده يشرب من الخلطة بتاعته، واكون فاتحة على الزيت اهو. قلبنا القرنبيط كده في الخلطة بالطريقة دي هيبقى عامل كده، ونبدأ ناخده بقى نحطه في الزيت ونقليه اهو. الزيت معانا سخن على النار، ابدأ انزل بالقرنبيط بالطريقة دي واسيبه بقى لما هيحمر من على جنب او يعني ياخد اللون الجولد كده، واروح قلبه على الجنب التاني. ودلوقتي القرنبيط معايا بقى بالشكل ده كده، هبدأ اطلعه من على النار ونحط بقية الكمية وبعدين نرجع نوريهولكم في الاخر. ودلوقتي بعد ما خلصنا القرنبيط معانا، شايفين شكله جميل ازاي وطعمه تحفة، جربوه هتحبوه خالص. شايفين جميل ازاي ومستوي من جوه، وخلطة بتاعته خفيفة وحلوة، والتتبيلة بتاعته هتعجبكم خالص، وطعمها ايه هتبقى حلو وخفيف. جربوه مش هتندموا. وارجو ان الوصفة النهاردة معانا تكون عجبتكم، وما تنسوناش بقى بالاشتراك في القناة واللايك والشير وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وشكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله.